بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنناقش موضوع اختيارنا وهو الفعل الصحيح والفعل المعتل، ولكن قبل ذلك دعونا تعرفوا على أعضاء المجموعة. ابتداء بنور النزيهة بنت لطفي، ونور كريستينا بطريشة بنت زلكفلي، ونور الهنا بنت أسمادي، ونورul Najah Sofia binti Sarudin, وأخيرا صوفيا إردينا بنت زهرين. والآن نبدأ عرضنا بالمقدمة. يعد الفعل من أهم عناصر الجملة في اللغة العربية، إذ يدل على حدوث عمل أو وقوع حدث في زمن معين. وقد اهتم علماء الصرف بدراسة الأفعال وتقسيمها بحسب حروفها الأصلية، لما لذلك من أثر كبير في تصريفها واستعمالها. ومن أبرز هذه التقسيمات تقسيم الفعل إلى الفعل الصحيح والفعل المعتل. والفعل الصحيح هو ما خلت أصولها من حروف العلة، وهو الألف والواء والياء. أما الفعل المعتل فهو ما اشتمل أحد أصوله أو أكثر على حرف من حروف العلة، مما قد يؤدي إلى حدوث التغييرات في بعض الصيغ عند التصريف. وتعد معرفة الفرق بين الفعل الصحيح والفعل المعتل من الأساسيات التي تساعد الدارسين على فهم قواعد الصرف وإتقان التصريف الأفعال واستعمالها استعمالا صحيحا في الكلام والكتابة. هذا فقط مني، وبعده نرتقي إلى ناجحة. شكرا كريستينا. اليوم سأقدم عرضا عن موضوع الفعل الصحيح والمعتل. سأبدأ بأحداث دراسة هذا الموضوع. أولا التعريف على مهم الفعل الصحيح والفعل المعتل ومعرفة الفرق بينهما. أي يتعرف معنى الفعل الصحيح وتعرف بينهما. ثاني معرفة أقسام فعل الصحيح والمعتل وفهم خصائص كل قسم. أي نعرف أنواع فعل الصحيح والمعتل وخصائص كل نوع. ثم الفهم أحكام صرفية وتغيرات التي تطرأ على فعل صحيح والمعتل عند تصريف. أي نفهم كيف يتغير الفعل المعتل عند تصريف. وأخيرا تطبيق قواعد التصريف في تصريف أفعال صحيحا والمعتل واستعمال لها استعمالا صحيحا. أي نطبق قواعد صرفي واستعمل أفعال استعمالا صحيحا. وبهذا ينتهي مقدمتي عن أهداف دراسة الفعل الصحيح والمعتل. وبهذا ينتهي مقدمتي عن أهداف دراسة الفعل الصحيح والمعتل. ثم تنقسم الفعل في اللغة العربية، وهو ينقسم إلى قسمين: الفعل الصحيح والفعل المعتل. أولا فعل الصحيح. فعل الصحيح هو فعل الذي يخلو حروفا أصلية من حرف إلا، وهي ألف والياء، وينقسم إلى 3 أنواع: سالم، مضاعف، محمود.
ثانيا فعل المؤتل. الفعل المؤتل هو فعل الذي يكون أحد حروف أصلية حروف العلة وينقسم إلى أنواع مثال أجواف ناقص اللفيف وهو اللفيف نوعان اللفيف مقروني واللفيف مقروف وفي ختام ينقسم فعلي إلى قسمين فعل صحيح وفعل مؤتل ولكن قسمان أنواع خاصة شكرا لكم ننتقل إلى صفية وبعده اليوم سأعرض لكم موضوعا مهما في العلم الصارف وهو الفعل الصحيح. الفعل الصحيح تنقسم فعل صحيح إلى ثلاثة. نبدأ بالقسم الأول وهو الفعل السالم. تعريفه هو ما سلمت حروفه الأصلية من الهمزة والتضاعف أي ليس فيه همزة ولا حرف مشدد. Maksudnya kat sini huruf salim tak ada huruf-huruf iaitu huruf yang terselamat daripada huruf hamzah ataupun huruf sabdulah, huruf syaddah. Tiada hamzah dan tiada huruf syaddah. Ala sabilil mithal fataha salama. وبعده ننتقل إلى القسم الثاني وهو الفعل المضاعف وهو ما كان عينه ولا أمه من جنس واحد فيدغم أحدهما في الآخر ليصار حرفا واحدا مشددا. Jadi kita beralih pula kepada bahagian kedua ni, fi'il mudha'af. Dia adalah jenis huruf yang sama, dimasukkan salah satunya supaya lagi satu huruf menjadi satu. Sebab ni terjadi sebab dia orang-orang Arab ni dia malas nak sebut perkataan yang berganda dua kali. Ala sabil misal dia madada. Jadi diorang ni cantumkan idgham dua huruf dal menjadi satu huruf dal je. Jadilah madda. Wa akhiran al-qism al-thalith wa huwa fi'il mahzum wa huwa ma kana ahadu hurufihi al-asliyah hamzatan sawa'an kanat fihi awwalihi aw wasatihi aw akhirihi. Jadinya untuk fi'il mahzum pula dia terdiri daripada perkataan hamzah, huruf hamzah. Sama ada akhadha hamzah di depan, sa'ala hamzah di tengah, qara'a hamzah berada pada akhir sekali. Dan nantakili ila mawdu' al-thani wa huwa fi'il mu'tal. Tadi kita cerita pasal fi'il sahih, dia tak ada huruf illah. Fi'il mu'tal ni dia nak cerita yang ada huruf illah. Jadinya awalan huruf al-illah tanqasimu ila arba'ah أقسام رئيسية. أولا الفعل المثال. فعل المثال ما هو ما كان أول حروفه الأصلية حروف العلة. huruf yang pertama dia tu huruf illah. Ala sabil misal wajada wa huruf illah, yasara ya huruf illah. ثانيا الفعل الأجواف وهو ما كان ثانيا حروفه الأصلية حروف العلة في الوسط. Maksudnya huruf illah dia berada di tengah. Qama alif di tengah, qala alif di tengah. ثالثا الفعل الناقص وهو ما كان حروف إله في آخره. Maknanya huruf ilah dia berada pada akhir sekali. رابعا yang terakhir الفعل اللافف وهو ما كان فيه حروف العلة مجتمعين وينقسم اللافف إلى نوعين. Lafif ni terbagi kepada dua. Yang pertama al-lafif maqrun wa huwa ma kana harfan al-illah fihi mujtama'aini mutabi'aini fil illah wal fil illah. Ala sabil al-mithal fi'il maqrun ni dia adalah huruf illah yang duduk dia rapat-rapat. Ala sabil misal tawa. Waw dengan ya berada pada kedudukan yang dekat, syawa pun sama, waw dengan ya berada pada kedudukan yang dekat. وبعده اللافف مفروق. اللافف مفروق هو ما كان حرفا العلة فيه مفترقين بينهما حرفا. Maksudnya huruf illah dia duduk terpisah. Ala sabilil mithal wafa. Wa huruf illah, fa huruf sahih, ya huruf illah. Di makrun yang duduk bersebelahan. Mafruq ni dia duduk terpisah.
Jadi apa yang saya dapat simpulkan kat sini, nastaniju anna al-fa'lu al-mu'tal ya'tamidu ala mawqi' harfi al-illah fi awal aw al-wasat aw al-akhir aw wujudi harafaini. وبعده ننتقل إلى saudari Nurul Hana. شكرا صفية. وبعده أن أمثلة الفعل الصحيح. وبعد أن شرح زملائي التعريف فعل الصحيح وفعل المعتل، سأعرض الآن بعض أمثلة من القرآن الكريم مع بيان النوع الفعل وسبب تصنيفه. أولا المثال: قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الفعل نعبد وأصوله عين با ودا، ولا يوجد في أصوله أي حرف من حروف العلة وهي ألف والواو والياء، ولذلك يعد فعلا صحيحا سالما. Maksud dia dalam ayat ini fi'il ialah na'budu, huruf asalnya ialah ain bada, tiada huruf illah pada huruf asalnya, maka ia dipanggil fi'il sahih salim. Ba'da المثال الثاني قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذي أوتوا الكتاب. الفعل هو أخذ وأصوله الهمزة خذ وفيه همزة الأصلية، ولذلك يعد فعل صحيحا محموز. Maksud dia fi'il ialah akhaza, huruf asalnya ialah alif khaza, terdapat hamzah sebagai huruf asal, maka ia dipanggil fi'il sahih mamzuz. Misal salis, qala Allah Ta'ala: inna zanna an yuqima hududullah. Al-fi'lul huwa zanna wa usuluhu zanun alif wal huruf sani wasalif min jinsin wahidin, walizalika yu'addu fi'lan sahihan mudha'afan. Wa ma'na fi'lu ilah zanna, huruf asalnya ilah zun nun. Huruf kedua dan ketiga adalah sama, maka ia dipanggil huruf sahih mudhaf. Wa ba'da ani fi'lul mu'tal. Fi'lul mu'tal huwa ma kana ahadun usulihi harfun allah wa hiya alif aw waw wa ya. Wa makna fi'il mu'tal ialah kata kerja yang salah satu huruf asalnya ialah huruf illah, iaitu alif, waw, ya. Al-misal al-awwal, qala Allah Ta'ala: wa iz qala Musa liqaumihi. Wa iz qala Musa liqaumihi innallahu ya'murukum. Al-fi'lu huwa qala wa usuluhu qaf waw lam. Wa nulahizu anna al-harful awsat huwa al-waw wa huwa min hurufil illah, wa lizalika yu'adduf fi'la mu'talan ajwaf. Wa makna fi'lu ilah qala, huruf asalnya ilah qa waw la, huruf tengah ialah waw iaitu huruf illah, maka ia dipanggil mu'tal ajwaf. Wa qala Allah Ta'ala: wa iza masal insan darrul da'ana. Al-fi'l huwa da'a wa usuluhu da ain waw wa harful illah fi akhirih, walizalika yu'addu fi'lan mu'talan nakisan. Wa makna fi'lul ialah da'a, huruf asalnya ialah da ain waw, huruf illah berada di akhir, maka ia dipanggil mu'tal nakis. Al-khatimah: wa min khilal hadhihi al-amsilatin tabayyanu lana anna mi'yara tamyizi bain al-fi'l as-sahih wa fi'l al-mu'tal huwa nazaru ila usul la ila shakl al-kalimah faqat, fa iza khalat usuluhu al-fi'lu min huruf al-illah fa huwa fi'l as-sahih, wa iza kana ahadun usuluhu al-harfu al-illah fa huwa fi'l al-mu'tal. Maksud dia, melalui contoh-contoh ini kita dapat memahami bahawa cara membezakan fi'il sahih dan fi'il mu'tal ialah dengan melihat huruf asalnya, bukan hanya untuk perkataannya. Jika huruf asalnya tidak mengandungi huruf illah, maka ia dipanggil fi'il sahih. Jika salah satunya huruf asalnya ialah huruf illah, maka dipanggil huruf mu'tal. بهذا العقون قد اتحدت إن الأرض وأسلموا كلمة الآن إلى زميلة الناجح لإكمال الأرض. شكرا هنا. الحمد لله لقد أكملنا دراسة هذا الموضوع.
والآن سنختبر قليلا من مدى فهمنا لما تعلمنا. هيا أصدقاء لنقوم بحل اختبار قصير. لا تقلقوا، فهذا الاختبار قصير هو فقط لنعرف مدى فهمكم لما درسناه اليوم. اقرأوا كل سؤال بعناية ثم أجيبوا عليه بأفضل ما عندكم. بالتوفيق وإجابة موفقة للجميع. السؤال الأول، ما الجواب؟ صحيح سالم. أيوة ممتاز. Tak kena jawab. السؤال الثاني، معتل مثال. أيوة ممتاز. السؤال الثالث، صحيح مضاعف. tak apa. Soal الرابع، معتل nakis. Mu'tanakis. أيوة ما شاء الله. ممتاز. السؤال الخامس، ما الجواب؟ Mu'tal أجواف. أجرف. أيوة ما شاء الله. صحيح محموز. صحيح محمود. أم، لا بأس لا بأس. صحيح صحيح. صحيح. ما شاء الله. سبحان الله. ممتاز. خطأ. أيوة. أيوة صحيح. صحيح. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عرضنا. نشكر لكم حسن استماعكم ومشارككم الفعالة. نرجو أن نكون قد استقدتم من هذا العرض وأن يزيدكم الله علما ونفعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة. إلى اللقاء.